أخباركم إيه؟ شروط المشاركة في أي استحقاق انتخابي يكون أولها السن لا يقل عن 18 سنة. اسمعوا ولية الأمر دي بتقول إيه ونرجع لكم تاني. أنا استغربت جدًا لمّا لينا نورين الأول قالت لي كانت لينا طلعت من المدرسة على الدرس، قُلت لها: "انتخابات إزاي يعني؟ ما فيش هُم السِن بتاعهم مش القانوني." الكلام ده مثلًا للثانوي نقول ماشي عندهم 16، 17 سَنة عملوا البطايق، إنما بتوع الإعدادي إزاي الكلام ده؟ والله أنا استغربت زيِّك يا سماح كده. لينا قالت لي نقّوا كام اسم كده من الفصل، نزّلوهم تحت قالوا لهم دي زي توكيل كده معمول باسم المدرسة، وراحوا حاطين فيها بصمات وإمضات بتاعة طلبة من كل فصل واخدين منه مجموعة، بس دول مش السن القانوني يعني ما فيش حد وما فيش واحدة فيهم حتى عاملة بطاقة، كلّهم تحت السن القانوني حتى اللي بطاقة شخصية، مش هاقول لِك 18 سنة لأ، بطاقة شخصية اللي هي ال15 سنة. أنا ما أعرفش، أنا استغربت والله العظيم يا سماح، دي حاجة غريبة أوي. هو نزل مع لينا، مع المجموعة اللي نزلت مع لينا. هو طلع فعلًا الكلام صحيح يعني إن إدارة تقريبًا الإدارة التعليمية أو الإدارة بتاعة اللجان الانتخابات هي اللي طالبة منهم حاجة زي كده يعني. قال لي ده مش من دماغ المدرسة. ده هو جالهم طلب من الإدارة إن هم عايزين فيديو مصور لمدة 5 دقايق للطلبة وهي كأنها بتشارك في العملية الانتخابية. دي حاجة. قال لي تاني حاجة هم معلش هم ممكن يكونوا هم إيه، شدّوا عليهم علشان ما يضحكوش هُم يعني ما ياخدوش إن الموضوع إن هُم بيمثّلوا، لأ ياخدوا الموضوع كإنه إيه، كإنه حاجة بجد فعلًا علشان لمّا هُم يصوّروهم الفيديو ما يطلعوش العيال بقى طبعًا يطلعوا يهرّجوا ويضحكوا وياخدوا إيه، يعني ياخدوا الموضوع على إنه تمثيلية فيبوّظوا التصوير يعني. فقُلت له: "خلاص ماشي." أنا فكّرتها حاجة تانية، أنا استغربت أصلًا عشان أنا أول مرّة أسمع إن مدرستنا بتعمل حاجة زي كده. قال لي: "ما هو حاجة جديدة، ده هي الإدارة التعليمية هي الإدارة التعليمية، هي إدارة لجان الانتخابات هي اللي عايزة حاجة زي كده." فقُلت له: "طَب خلاص ماشي يا مستر وشكرًا." وشكرته وكده. فطلع الموضوع بقى زي ما هو قال فعلًا يعني. عارفين مشكلتنا إيه؟ الوعي. المدرسة دي وكل المشاركين بيستحقوا تكريم على تربية النشء وتعريفه بحقوقه ومراحل العملية الانتخابية، بداية من عمل التوكيلات ومعرفة مقر اللجنة والتوقيع قدام اسمك في الكشوف ومعاه البصمة. شيء طبيعي جدا هتسمع معلومات مغلوطة وإشاعات. تحياتي ليكم.